الحمد لله الواحد الأحد، حرم الظلم والبغي والحسد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من أطاعه فقد رشد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ما صلى لله مصل واجتهد. أما بعد أيها الأحباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد، حملهم على أن بغى بعضهم على بعض حتى قتل بعضهم بعضا، وحتى تركوا ديارهم وسفكوا دماءهم. إن الحسد لهو من أقدم المعاصي التي وجدت في الخليقة. إن الحسد ليس من أخلاق المسلم، إنما هو من أخلاق إبليس، إذ امتنع عن السجود لآدم لما أعطاه الله ما أعطاه، فحمله ذلك على الحسد والبغي، فصار مآل إبليس إلى ما تعلمون. إن الحسد هو داء اليهود والنصارى، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يهود قوم حسود، ما حسدوكم على شيء مثل ما حسدوكم على السلام وتأمين خلف الإمام. وإن الذي دعا الناس إلى أن يقاتلوا الأنبياء والأولياء والأصفياء إنما هو الحسد. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. هل هو على جهل؟ لا، قال حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. لا تحاسدوا، ولا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. لكأني أشعر ببعض كبار السن الآن سمع هذا الحديث ففطن إلى النعمة التي كانوا يعيشونها في الصغر. أعيد لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير، الناس بخير وبنعمة ما لم يتحاسدوا، فإذا تحاسدوا الله أكبر حصلت البغضاء والشحناء وذهبت البركة وحلت النقمة وسفكت الدماء. فإن الحسد كما قيل يورد الجمل في القدر، جمل كل شيء ما بيتشوفه لما يحسد يذبحونه ويحطونه بالجدر، ويورد الرجل في القبر يقتل. الحسد قتال، والحاسد لكأنه أفعى ينفث سمه ولا يقدر على أن يكتمه في جسده. لهذا قيل: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. يقول الأصمعي: لقيت رجلا في البادية وكان عمره 120 عاما وهو بصحة وعافية، فقلت: كيف احتفظت بهذه الصحة وهذه العافية؟ فقال: تركت الحسد فسلم لي الجسد، تركت الحسد فسلم لي الجسد. أو يحسد المؤمن؟ قيل للحسن: يا أبا سعيد أو يحسد المؤمن؟ قال: ويحك، ما الذي أنساك حسد إخوة يوسف ليوسف؟ كيف نسيت هذا؟ ولكن الكريم يخفيه وإن اللئيم يبديه. من هو الكريم؟ الكريم الذي يعطي من ماله لإخوته ويجود، حتى ولو وجد في قلبه حسد
يتكرم ويخفيه. إذا أخفاه فاعلم أن الله نجاك منه. شلون أعرف الحاسد؟ من لسانه. لله در هذا اللسان مغراف لما في القلب، كأنه خاشوقة تطلع اللي بالجدر، والقلب يغلي بما فيه، القلب يغلي بما فيه، وهذا اللسان هو مغراف القلب. فإذا أسمعك من كلامه ومن سمومه فاعلم أنه حاسدك، وإلا فلا تتهم، لا تتهم من لم يتكلم. وإذا سمعته يبرك، أي يقول لك بارك الله لك، حتى لو كنت في قلبك عليه شيء وقلت هذا يحسد، إذا برك فاحمد الله، ذهب أمره وانتهى الأمر. الصحابة كانوا قافلين راجعين من سفر، فتقدم سهل وكان في يوم حار، فخلع بعض ملابسه واستحم في بركة، يعني اغتسل، سبح، لقى مكان مال مي وسبح به، طب يسبح يستحم شوية يتبرد. فرآه عامر أحد الصحابة فقال لقد رأيتك اليوم ولا جلد عذراء مخبأة، يعني جلدك بسم الله ما شاء الله أحلى من جلد البنات اللي هن بس بالبيت قاعدات ناعمات. قال فلبط سهل وكادت روحه أن تجود تخرج، فصاح الصحابة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجده ينازع، فتغيظ عليه الصلاة والسلام واحمر وجهه وقال من قتله؟ قالوا الأمر كذا وكذا الذي حصل. فأخذ عامرا وقال له على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا بركت، أي هلا قلت بارك الله لك؟ اغتسل له. فاغتسل له عامر يديه ووجهه ويديه وطارفة ردائه في قدح، ثم صبت على ظهر سهل فقام كأن لم يكن به وجع، ولله الحمد والمنة، قام. فإذا أحسست بشخص يحسدك اطلب منه الوضوء واحتل عليه، لا بأس بذلك، أو كل منه، أو دعه يأكل منك، أو شاركه بثيابك أو ثيابه، أو ادخل بيته أو يدخل بيتك، المهم أن تكون مقاربة، يذهب عنك الحسد والشر. لماذا الحسد من الكبائر؟ لماذا؟ لأن الحسد مكمنه ونقطة الضعف فيه أن الحاسد غير راض عن حكمة الله ولا عن تقدير الله ولا عن تقسيم الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، حتى واحد يسخر الثاني، حتى أكو مدير وأكو عمال، إذا كلها مدراء من راح يشتغل؟ فسدت الدنيا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. اي والله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. ما آتاك الله خير وما تدري أين الخير. لعل ذاك أحد رجلين الذي تحسده، أحد رجلين، إما أن يكون عدوا لله فالله ينعم عليه يمده في طغيانه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. على ما تحسده؟ ليش تحسده؟ عدو لله تحسده على أنه عدو لله والله عز وجل يستدرجه وسيعاقبه. وإما أنه ولي لله. الثاني تحسد وليا لله والفضل كله بيد الله، لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ واسألوا الله من فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في أمور الدنيا، وانظروا إلى من هو دونكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. جد نعم الله منطيك، انشغل بالنعم اللي الله انطاك إياهم بالشكر،
ولا تنشغل بما منعك الله بالكفر فتكفر بما أعطاك الله، فتسلب عنك الأولى والثانية. والسعيد من رضي بالله. يقول الشاعر: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب. الله الذي يهب، الله الذي يعطي، أعطاه الجمال، أعطاه المال، أعطاه المنصب، أعطاه الأولاد، كله بقدر الله. والذي لم يرضى بقدر الله فليس من الله. فلا بد للعبد أن يسأل الله من فضله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. حسبك الله. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الرزق اللي رب العالمين يعطيك إياه أخير وأبقى. أما هذا الرزق الذي يأتي بالأمور الملتوية وبغيرها من الطرق لا تدري ما مصائره وكيف سيؤول الأمر. إلى الله ترجع الأمور. واعتبروا بمن مضى. قارون أعطاه الله الأعطيات، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ماذا قال؟ أوتيته على علم عندي. فخرج على قومه في زينته. انقسم الناس في قارون إلى قسمين. خرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا ما يريدون الآخرة. والصحيح أبو العقل السليم يريد الدنيا والآخرة. والدنيا والآخرة بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فتسأل الله. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا الحظ العظيم هسه راح تعرفه وين صار. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا. البارحة كان ذو حظ عظيم، اليوم الحمد لله احنا مو مثل قارون. فإذا الأمر كله بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لهذا لأن الذي يحسد غابت عنه كل هذه المعاني وكل قدرة الله وكل حكمة الله وكل تقدير الله وكل معاني ربوبية الله، صار هذا الفعل كما قال عليه الصلاة والسلام فإن الحسد يأكل الحسنات. حسناتك عندك صلاة، عندك صيام، عندك قيام، عندك صدقات، عندك تلاوة قرآن، عندك أمر بمعروف، عندك صلة الأرحام إلى غير ذلك، راحت كلها. فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. كما تأكل النار الحطب يذهب جميعا. مو بس هاي، ويعود عليك. ويعود عليك. قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كيف ننجو من الحسد؟ بالتعوذات والالتجاء إلى الله جل وعلا التجاء صادقا، وأن نعمل بالسنة في معاملة الحاسد، نطبق ما ورد في السنة، وأن نخفي عنه النعمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس شيء للمحسود أعظم من إخفاء نعمته عن الحاسد. قال تعالى عن يعقوب لما قال ليوسف
لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. اكتم، فإذا كتمت نعمتك نجوت بإذن الله من الحاسد. وتلتجئ إلى الله عز وجل وتكثر من قراءة المعوذات والرقية الشرعية، وتكرمه وتعطيه وتأخذ منه. وبعد ذلك كل يوم إذا أويت إلى فراشك فعليك برقية نفسك، وعليك بأذكار النوم، فإنها رقية تامة. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم.